خبر يا سميرة يا خبر. دي حاجة ما تتسكتش عليها أبدا. لا لا، لازم تشوفي لك حل قبل ما ياخد على كده ويموتك من الجوع. وحكمة قالتها لي خالتي نبوية: اذبحي لجوزك القطة من ليلة الدخلة، بعد كده لو حب يبص حواليه مش هيلاقي غيرك. حسن كويس وطيب يا فكرية، لكن ايه يا خايبة يا نايبة يا قطة مغمضة؟ المسألة مش للدرجة دي يا فكرية. اياك ناوية تسكتي لحد ما توصلي للدرجة دي؟ ما هي دايما بتبتدي كده. معلش يا سميرة يا حبيبتي، الشهر ده علينا اقساط كتير. اعملي لنا بامية قرداحي من غير لحمة، وبعد كده ياخد على كده. حليني بقى يمين يخلصني. مش ده اللي حصل؟ فعلا هو ده اللي حصل. شفتي بقى ان كلامي ما ينزلش الارض ابدا؟ انا كنت معاكم. لا يبقى تصدقيني وتسمعي اللي اقولك عليه على طول. صباح الخير يا مدام. كنوز. عند الاستاذ عبد الودود. هو ايه اللي عند الاستاذ عبد الودود؟ طلب حضرتك. وخدي بالك بقى يا سميرة، من فضلك. من فضلك ايه انتي؟ الله، سيبينا نشوف شغلنا. ما انا جايه لحضرتك عشان كده. الطلب اللي معايا ده. يا مدام انا ما اقصدش شغل المكتب. امال تقصدي ايه حضرتك؟ رسالتي الاجتماعية مع زميلاتي في العمل. يعني يرضيكي اسيب جوزها يتملعن عليها واسكت؟ اظن ما يرضيكيش وانت ست مكسورة الجناح زينا. لا طبعا ما يرضينيش، بس هي ايه الحكايه؟ اقعدي يا حبيبتي انا احكي لك. ها، ودي قاعده. شوفي يا إيه اسم الكريمة ايه؟ فتحيه. وحضرتك؟ فكرية. ودي سميرة صاحبتي. شايفة يا حبة عين امها قاعدة ومسحمة ازاي وحاطة ايدها على خدها. منهم لله الرجالة اللي معكنين علينا حياتنا. ايه بقى الموضوع يا ست فكريه؟ شوفي يا فتحية يا حبيبتي، ايوه يا فكريه يا حبيبتي. تصوري المدعو جوزها عايزها تطبخ البامية قرديحي. يا خبر، شفتي انت اتخضيتي ازاي؟ عمرك سمعتي كده؟ ده شيء عمري ما سمعت عنه ولا في الحواديت. اديكي عشتي لحد ما سمعتي. رجالة يا اختي رجالة. من رجالة. لا ملوش حق يا سميره، لا. على رأي خالتي نبوية، اللي اختشوا ماتوا. ليه؟ علشان اختشوا.